ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بقى كده نسمي ونقول بسم الله وندخل بقى كده على شقة العريس والعروسة اللي معانا النهاردة، ونشوف بقى فرشنا ليها. طبعا عايزاكم كلكم ترجعوا للفيديو اللي قبل ده، فيديو بقى العزال والحاجة والشقة قبل الفرش. اسمعوا وارجعوا بقى اسمعوا معانا الفيديو ده بتاع اللي احنا خلاص بقى فرشنا فيه وجهزنا كل حاجة ورصناها وسيبنا الشقة زي ما انتوا هتشوفوها كده معانا. شايفين ما شاء الله مساحة الشقة معانا حلوة جدا، والرسومات دي كلها الشغل اللي شفتوه ده والشغل اللي لسه هتشوفوه معايا في باقي الفيديو ده كله شغل العريس بإيده. هو اللي رسم الحاجات دي، الشغل ده شغله. اي نعم هو مش شغله الاساسي طبعا، هو بيشتغل حاجة غير كده خالص، بس هو ده يعني هو بيطلع يعني بصوا، هو فنان والله، انا بقول عليه فنان. بيرسم اي صورة اي شخص يجي قدامه بيرسمه، فهو فنان بصراحة. هنا بقى دخلنا على أوضة النوم زي ما انتوا شايفين كده معانا. العروسة جايبة الأساسيات بتاعت الميك اب، الحاجات اللي هي تستخدمها، لأن احنا عندنا البنات في الصعيد بصراحة ما عندهمش بقى قبل الجواز ما بنحطش ميك اب يا جماعة، فما عندهمش خلفية قوي في الميك اب. فهي جايبة الحاجات الأساسية اللي هتستخدمها، وبعد كده بقى لما يبقى عندها خبرة في الميك اب وحاجات هتبقى بقى تكتر وتجيب حاجات اكتر من كده، بس هي جايبة الأساسيات اللي هي هتستخدمها. عشان احنا يعني بناتنا بقى ما بيحطوش ميك اب قبل الفرح وكده، فبيبقوا بيتجوزوا هما ما عندهمش خلفيه قوي عن الميك اب، فهي جايبه الاساسيات. هنا بقى دخلنا على الدولاب زي ما انتم شايفين معانا كده. انا رصاه كله الدولاب لوحدي يا جماعه، ما استعنتش باي حد. شوفوا رصي وتطبيقتي للهدوم واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. هنا اول حاجه كده فوق الأعبايات زي ما انتوا شفتوها، تحت منها بقى البجايم، الحاجات بقى علقت لها الحاجات اللي هي الخروج وكده. هنا بقى ندخل على الضلفه التانية اللي هنا المفارش القطيفة، انا عملت لها كده شكل بسيط بيها، وتحت منها هنا حطيت الملايات وعملت الرسمة كده البسيطة دي حاجة كده. يعني انا مش خبيرة قوي، بس بحاول على قد ما اقدر اخلي الشكل جميل، اخلي الرصة جميلة، التطبيقة بتاعتي تكون حلوة. وزي ما هتشوفوا معانا هنا بقى دخلنا على الهدوم الشتوي. هنا رصيت لها بقى الهدوم الشتوي كده رصين قصاد بعض، وجيت في النص كده كان في روب قطيفة، عملت رول كده وحطيته في النص، وتحت منها هنا البجايم القطيفة برضو. يعني ده الجزء بتاع اللبس الشتوي، بجايم قطيفة وفوق منها العبايات، وتحت بقى مرضوش اصور بقى الحاجات التانية انتوا عارفينها. هنا بقى الأوضة شايفين الأوضة شكلها عامل ازاي، حلوة جدا، وستارة طبعا ماشية مع الأوضة. وهنا فرشناها فرش نهائي اللي هو فرشنا كل حاجة فيها، عشان كان الفرح خلاص متبقى عليه تقريبا، كان متبقى عليه يومين خلاص، فاحنا فرشنا كل حاجة وخلصناها وسبناها اللي هو يعني تمام، ما فيهاش اي شغل تاني يتعمل فيها. شايفين الجمال عامل ازاي. وهنا الاوضه اختيارهم للاوضه حلوه جدا. هنا البطاطين طبعا والمفارش والحاجات دي كلها رصيناها فوق الدولاب كده، بحيث ان هي مش هتحتاجها تستخدمها، لان هي حاليا في الصيف. هنا بقى ندخل على اوضه الركنه يا جماعه. اوضه الركنه دي طبعا زي ما انتم شايفين ده مكان الشاشه اهو، ده المكان اللي بيبقى معمول للشاشة. هنا بقى الركن شايفين ما شاء الله اللهم بارك يا رب، كبيرة جدا، والأوضة مساحتها حلوة جدا. شايفين الركن عاملة ازاي، حاجة كده في قمة الروعة والله. ما شاء الله ربنا يهنيهم يا رب ويسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب. شايفين الجمال. هي الشقة كلها الله أكبر عليها، مساحة بقى وفرش وكل حاجة فيها. هنا دي الترابيزة طبعا اللي في النص، بصراحة شكل جديد ومختلف، شكلها جديد عليا ومختلف يعني. لا حلوة بصراحة، الديكور بتاعها حلو جدا. دي طبعا اللي في النص، والركنة زي ما انتوا شايفين دي الطفاية، اهم حاجة الطفاية، والرسمة بتاعتها عجبتني كيوت قوي كده في نفسها وجميلة. هنا بقى الستارة طبعا مدية بلون الركنة زي ما انتوا شايفين معانا، وشايفين المساحة عاملة ازاي. واللي وصل معايا لغاية هنا في الفيديو يا جماعة حطوا اللايك وما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويضغط على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. شايفين الشغل ده شغل العريس يا جماعة، شايفين؟ عشان لما اقول لكم العريس فنان تصدقوني والله فنان. شايفين الشغل عامل ازاي، وحاطط له كده كأنه برواز مشتريه. هنا بقى دخلنا على اوضة الاطفال زي ما انتوا شايفين معانا كده، ده كله شايفين ده شغل العريس. فنان بقى ولا مش فنان؟ اكتبوا لي في الكومنتات. الشغل ده بقى اللي يعمل الشغل ده في الحيطان والديكور ده يبقى فنان ولا مش فنان؟ دي اوضة الاطفال، شايفين الستارة بتاعتها اهي وسريرين كده، حاجة كده كيوت وهادية.
هنا بقى السجاد كنا بقى فرشنا كل حاجه، ما سيبناش اي حاجه في اليوم ده ما عملناهاش. هنا بقى دي طقم الحفه بتاعت اطفال، حطيناه برضو فوق الدولاب كده بحيث مش هتستخدمه وهي متجوزه في الصيف. هنا بقى دي الفوط، دي راسي برضو، ده شغلي، ده اختصاصي. هنا بقى عملت الفوط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاولت كده اغير كده في حاجات يعني بسيطه، يعني حاولت على قد ما قدرت يا جماعه. انا مش خبيره قوي، بس على قد ما بقدر بحب اطلع الحاجه شكلها جميل. شايفين الفوط رصيتها بقى بالشكل ده، حاجة كده سيمبل وبسيطة وهادية. ويعني الحمد لله خلصنا كل حاجة في يومنا وروحنا، وربنا يسعدهم يا رب. شايفين الجمال؟ شايفين الشغل اللي على الحيطان، حاجة كده هادية. هنا بقى ندخل على النيش زي ما انتوا شايفين كده، ده النيش معانا. طبعا النيش ده رصاه بقى ام مكة. ام مكة يا جماعة، ادعوا لها يا رب، ادعوا لها كده بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب. ربنا يكرمها يا رب ويديها كده الذرية الصالحة. هي اللي رصة الشغل ده، ام مكة اللي هي تبقى خالة العروسة. يعني خالة العروسة رصت بقى هي النيش، انا كنت بغيب كده وودي بصة معاها بس بقى كلهم يعني. والله ربنا يبارك في كل اللي ساعد وفي كل اللي عمل حاجة. ربنا يفرحهم جميعا يا رب، وكل اللي نفسه حاجة، اللي معاه اولاد يجوزهم ويفرح بيهم، واللي نفسها في بيبي صغير ربنا يديها يا رب الذرية الصالحة. هنا هي اللي رصت النيش ام مكة، ولا تسلم ايدك ويتردلك في الفرح كده يا رب، نتعبلك كده يوم عوضك يا رب، اللهم امين يا رب. هنا بقى المطبخ، ندخل على المطبخ بقى. شايفين الجمال؟ المطبخ برضو مساحته حلوة، يعني المطبخ مساحته جميلة برضو، يعني حلوة، لو مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، هو مساحته حلوة. هنا بقى الحلل رصوها فوق كده، دي رصتها بقى مرات عمي، وبقول لها برضو تسلم ايدك، يعني بقول برضو لمرات عمي تسلم ايدك. هتقولوا يا جماعة العروسة دي يعني دي بنت عمي، يعني شقة العروسة دي بنت عمي واختي. عشان كده انا بقول لكم يعني بتكلم كأني بتكلم مع واحدة صاحبتي، اللي هو بقول لكم مين اللي عمل النيش، مين اللي عمل المطبخ كده يعني. فهي شقة بنت عمي واختي وصاحبتي وكل حاجة. يعني مهما قلت لكم من هنا للصبح انا بنات عمي بالنسبه لي ايه، مش هتفهموا يمكن الحته دي، بس هم اخواتي واكتر من اخواتي كمان. فهنا مرات عمي بقى هي اللي رصت بقى المطبخ كده. انا والله لو عليا كنت عايزه ارص النيش، كنت عايزه ارص المطبخ. بس انتوا عارفين بقى كانوا عايزين يخلصوا كل حاجه في نفس اليوم ويخلصوا بسرعه، فانا اضطريت ان انا امسك الملابس بقى والدولاب بتاع الاطفال ودولاب العروسه. روقت يعني طبقتهم كده ورصيتهم والتسريحه والكلام ده، فسبت النيش والمطبخ لناس تاني. لكن انا لو مديني وقتي بقى وان انا افرش براحتي، انا كنت فرشت بقى النيش، كنت فرشت المطبخ، انا يعني كنت رصيتهم وفرشتهم. بس عشان هم كانوا عايزين كل حاجه تخلص في وقت معين كده، في وقت صغير، فما كنش هيكفي ان انا اخلص الهدوم واروح داخله على المطبخ والنيش، فكل واحد فينا مسك حاجه. هنا بقى الحمام مساحته زي ما انتوا شايفينها كده. ويلا بقى سلام.